السلام عليكم. ازيكم يا دكاترة؟ طبعا زي ما احنا متعودين قبل ما نبدأ في المحاضرة التانية بتاعتنا، آية الكرسي، الإخلاص، المعوذتين. اتفضلوا. بسم الله. المحاضرة التانية يا سيدي معانا كاميرا كده ظبطت خلاص. المحاضرة التانية هتكلم عن 4 أجزاء. المحاضرة الأولانية كانت 3 أجزاء، المحاضرة التانية كانت 4 أجزاء. أرجو من الله إنك تكون شفت المحاضرة الأولى، يا رب يعني. تمام. عندك في القناة يعني. طب ماشي. المحاضرة التانية يا سيدي هنتكلم أول جزء فيها عن المضاد. المضاد ده هناخد مقطع اسمه المقطع أنتي. المقطع أنتي يعني مضاد. طبعا الكلمة المشهورة في البيت أنتيبيوتيك. أنتيبيوتيك يعني أنتيبيوتيك مضاد حيوي. وأنت عارف إن كلمة بايو معناها حيوي، بيوتيك حيوي، وأنتي يعني مضاد. إذا مقطع أنتي مقطع مش أول مرة تسمعه في حياتك يعني، مقطع متداول. طب ماشي. عندك اللي هو مثلا بالانجلش اجينست، اللي هو او اجينست اللي هو ضد، مضاد. عندك تعرف معلومة تانية ان دور البرد، تخيل ان ده دور البرد اللي هو الشخص الشرير اللي انا راسمه لك ده، ينقسم عندنا لحاجتين. حاجة لا، يا اما فيروس يا اما ميكروب. فيروس يا اما ميكروب. طب ماشي. فانت ممكن يجيلك دور برد على هيئة ميكروبات. في اللحظة دي انا هديك ايه؟ مضاد للفيروسات؟ لا طبعا، انت عندك دور البرد على هيئة ميكروبات، فانت اكيد هتاخد انتي ميكروبيال اللي هو مضاد للميكروبات. طب ماشي. وعندك طب ممكن يجيلك على هيئة فيروسات، ممكن يجي على هيئة فيروسات، فانت ساعتها هتاخد انتي فيرال. انتي فيرال. طب ماشي. في الطب النفسي او في التمريض النفسي، انتوا عارفين طبعا، سمعتوا مثلا ان لم يكن في الواقع، سمعتوها في الافلام مثلا، كلمة الصرع او اللي هو التشنج. ظبطت كده المفروض. هي في نقطة انتوا مش شايفينها بس هي في يعني. تمام. اسمه كونفالجن. كونفالجن. طب ماشي. فانا اللي عنده المرض ده، فانا المفروض عشان اديله علاج ضد المرض ده، يعني عنده صرع فانا اديله مضاد للصرع. اللي عنده ميكروبات مضاد للميكروبات، اللي عنده فيروس مضاد للفيروسات. فكونفالجن انا بديله انتي كونفالسيف. انتي كونفالسيف مضاد للصرع او مضاد للتشنجات العصبية. طب تمام. عندي لو انت تعورت يعني، او دايما تسمع تطهير بالكحول. تطهير بالكحول. التطهير ده ذات نفسه نوع عملية او المطهر اسمه انتيسبيتيك. انتيسبيتيك ده اسمه المطهر. كده احنا خلصنا الجزء بتاع الاولاني اللي هو المقطع انتي. عارف عملنا ايه في الجزء الاولاني؟ بص خليك هنا مذاكرتك. انت شرحنا اول جزئية، احنا خدنا ايه فيها؟ خدنا احنا مقطع اسمه مقطع انتي، فهمنا عنه كذا حاجة. خدنا معلومة عن دور البرد، يا اما ميكروب يا اما فيروس. لو ميكروب انتي ميكروبال، لو فيروس انتي فيرال. طب ماشي. خدنا برضو الصرع والتشنج، كونفالجن، وخدنا انتي كونفالسيف، خدنا انتيسبيتيك اللي هو مطهر. ده كله كان فيها المقطع انتي. خلص الجزئية دي الحمد لله، ان شاء الله تكون فهمت. المقطع اللي بعده او ان كده مظبوطة، او خلينا كده او ان. انا عارف او ان بعدين حروف متحركة ومش عارف. لا مش كده طبعا. امال ايه هي؟ او ان بالانجليش مثلا، خلينا احنا نقول معاها بالانجليش بحيث تفهمها اكتر، او بالعربي اللي هو absent اللي هو or no اللي هو يعني absent او مفيش خالص، او يعني شيء قليل او شيء مش موجود اصلا، وانا عامل لك تحتها سهم نازل لتحت. يقلل او فقر. يقلل او فقر. تسمع دايما اغلب الشعب المصري تقريبا عنده انيميا. عنده انيميا. عايزك تعرف معلومه. انت الانيميا يعني ايه؟ تسمع دايما الدكتور انت عندك انيميا، والمشكله مش في كده. المشكله ان اصلا بتكون فاهم يعني ايه انيميا. انت عمرك سالت الدكتور يعني ايه انيميا؟ لا انا عندي انيميا. طب يعني ايه ما سالش يعني ايه انيميا؟ بس انت فاهم ان انيميا دي معناها فقر الدم، وهي فاهم معناها كده. ومعلومه عندك تحس المعلومه عندها لوحدك يعني. فانت هتاخد ان كلمه ان لما احطها هي او مع اي مقطع، يعني المقطع ده معناه انا بقلل من الشيء. على سبيل المثال انا عندي كلمه اميا. اميا دي معناها دم، اميا لوحديها. طب لو ما اضيف لكلمه اميا ان،
تبقى انيميا. انيميا اللي هي انيميا معناها تقليل الدم، معناها فقر الدم. صح، منطقي. المقطع ده لما اضيفه بيقلل الشيء. السهم بيقلل، ضفته، انا ضفت اميا مع انيميا، قلل لي الشيء. لا، المقطع ده تمام، دي اتفهمت. الجزئيه اللي بعديها انا عندي برضو زي عندي كلمه بنيا او انيا، يعني اوقات البي بيعملوها سايلنت اوقات، بس مثلا خلينا نقول بنيا عشان نحفظ الحرف البي معاها. التنفس، طب بنيا وانا تنفس، او ده الشيء اللي بيقلل التنفس او الدم او فابنيا معناها توقف التنفس او النفس قليل او تقليل التنفس. ماشي، الكلام ده يتحفظ. انا كاتب الكلام بالعربي وبالانجليزي وبالعربي وبالمصطلح. وبالمناسبة انا عامل المحاضرة دي عبارة عن ورقتين بس، الحمد لله، صغيرة كده وحلوة، بس مهمة. ليه اتنين بس؟ لان فيها كلمات كتيرة لسه اول ما تسمعها او سمعتها، بس يعني المحاضرة اللي فاتت كان فيها اساسيات، كانت تافهة اصلا، طولنا فيها على الفاضي، كانت تافهة. المحاضرة دي في كده ممكن نكون طولنا فيها. المحاضرة دي ليه صغيرة؟ يعني فيها كذا كلمة انت اول ما تسمعهم واكتر من مقطع، انت محتاج تذاكرها كده. فانا عملتها كمان في ملف الPDF، بحيث ان ممكن تحطها على التابلت، تحطها على الموبايل، تطبعها، هما كلهم ورقتين يعني. تمام. نفس الصفحة كده بنفس الخط يعني. فأبنيا توقف التنفس. طب ماشي، فاحنا عرفنا ان انيميا اللي هي انيميا فقر الدم، وابنيا اللي هو توقف التنفس. كلمة ذاكرة عارفين هي اللي هي ميموري، عارفين ان هي ثانية اصبر الكلمة، تمام، عارفين ان هي ميموري. او كلمة مصطلح مثلا، المصطلح بتاعها منيجيا. فلما احط او هي ذاكرة لوحدها كده، او الاضافة للكلمة معناها انا بقلل من الكلمة، ان هو في توقف للذاكرة، او لو فقدان الذاكرة بدأت تضعف، في تقليل في الذاكرة، توقف للذاكرة. زائد امنيجيا، توقف الذاكرة. طب ماشي، بعد كده انا خلاص بطلت اكتب لك وان زائد الكلمة، اديني الكلمة معناها، لا خلاص كتبناها على طول. اوركزيا اللي هي كانت مثلا زائد اوركزيا، معناها فقدان الشهية. اوركزيا شهية، فقدان الشهية، اوركزيا. وافونيا اللي هو فقدان الصوت. تمام. خلي بالكم هنا برضو يعني بتتابع قاعدة اللي هي زي الانجليش كده، انه لاحظتوا هنا حرف متحرك اللي هو الاي، فاخدنا هنا مفيش حروف متحركة بي وام، فاخدنا هنا في او متحرك فاخدنا هنا في بي مش متحرك فاخدنا بس الهدف من ده ما يخصنيش، يعني مش انت عشان متحرك، مش هي دي الشيء اللي انا الشيء مطلوب منك انك تحفظ المصطلح، وانك تفهم ان دول مش غرضهم هنا حروف متحركة ولا حروف الساكنة. غرضهم هنا ان هم دول معناهم فقر او تقليل في الدم، فقر الدم، توقف للشيء او غياب الشيء نهائيا. ده المفروض تفهمه. والجزء الثالث اتفهم. الجزء الثالث هو اللي عليه الدور، الاول والثاني ان شاء الله تكونوا تفهموا يعني. الجزء الثالث اسمه، هناخد المقطع اسمه مقطع انتي. لا ثانية، احنا خدنا مقطع انتي، خدناه مقطع انتي لما قلنا مقطع انتي معناها مضاد، ودور البرد. دور البرد عملنا كده ساعتها، كان دور البرد كان في شخص شرير، هنا فيروس، هنا ميكروب، هنا انتي ميكروبال، وهنا انتي فيروس. بعد كده خدنا لا ثانية، ده انتي كان بالاي. هنا بص في اللحظة دي، انتي بالاي، هي انتي بالاي ده مضاد اللي احنا خدناها اللي هو اول جزئية. طب وانتي بالاي كأنها بيفور بالانجليش. يعني بيفور بالانجليش يعني قبل. المقطع انتي بالاي، الحتة دي مهمة جدا، مهم يعني الحتة دي مهمة خالص، تاخد بالك ان المقطع بيغير المعنى. هو المقطع بيغير، انتي بالاي مضاد، انتي بالاي قبل الشيء، قبل. طب يعني ايه قبل؟ في الاغلب دي بيكون مثلا، هناخد مثلا مثال اللي هو عملية الولادة. قبل عملية الولادة بيكون الحمل. سبحان الله، حماده الايام، معلومات يعني معروفة. قبل عملية الولادة الحمل ذات نفسه عندنا بريجنانسي، اسمه بريجنانسي. افهم الكلمة دي، بريجنانسي. طب ماشي، عملية الولادة ذات نفسها عندي ليها اسمها ناتل او ناتل، بس ناتل او ديليفري او بريس.
او بريس. ماشي. ناتل او ديليفري او بريس دي اللي عملت الولاده. وانا عندي الحمل بريجنانسي. فين كلمه انتي في الموضوع؟ هو ما قبل عمليه الولاده بيكون الحمل. يعني انا لما اجي اقول متابعه ما قبل الولاده، يعني هي الست هي وحامل اثناء الحمل بتروح للدكتور بتتابع معاه 10 شهور كلها. مش بتروح للدكتور للولاده، يعني مش بتروح للدكتور تولد، لا بتروح للدكتور تتابع يحدد ميعاد الولاده وتولد. فمتابعه ما قبل الولاده اسمها انتي اي حاجه من دول. حلو خالص. انتي اللي هو قبل، انتي ناتل اللي هو قبل الولاده، اللي هي كأنها بيفور. انتي اللي هي كأنها بيفور بيرث مثلا لو قبل الولاده. وقسم النساء او اللي هو عمليه التوليد نفسها اسمها اوبستريك. كده المفروض افهم انا من هنا اني انتي بالاي مضاد وانتي بالاي هي قبل. انتي ناتال اللي هي متابعه ما قبل الولاده. ما قبل الولاده ده اللي هو الحمل اللي هو بريجنانسي. تمام. وقسم النساء اللي هو اوبستريك. ده الجزء الثالث معانا. الجزء الرابع ده حلو بصراحه، يعني لا سلس كده، وانت ممكن تستخدمه انت وحاليا في البيت. يعني انت ممكن تشوف روشته، تمسك الروشته تحاول فيها، يعني حاول في الروشته وان شاء الله نمسك الروشتات هنا مع بعض. يعني هوريكم شكل اشكال الروشتات. هو اسمه اختصارات ثانيه كده، اختصارات الروشته. الدكتور لما يجي يكتب ممكن يكون في كلمه مقطع 2 3 4. طب بختصرها. احنا خدنا اختصارات المره اللي فاتت. احنا كل محاضره ناخد بعض الاختصارات. خدنا اختصارات زي اللي اي بي دي اللي هي ابدومن. خدنا اي بي دي اللي هي ابدومن اللي هي البطن. لما خدنا ساعتها مثال مكتوب باللون الاحمر، طبعا ده اللي حضر يعني المحاضره الاولى. كان في صفحه زي كده كان مكتوب هنا اي بي دي ابدومن، وكان مكتوب مثال لوك ات هيز ابدومن. وخدنا دياجنوزز اللي هي دي اكس، وخدنا اي بي اللي هي ابدكشن، واي دي اللي هي ادكشن. خدنا يعني بعض الاختصارات كده. المحاضره كانت مهمه برضه للي ما حضرهاش. فهناخد هنا برضه بعض اختصارات اسمها اختصارات الروشته اللي بتكون مكتوبه في الروشته. فمبدئيا كده في الاختصارات قبل ما نبدا فيهم هتلاقي كلمتين مهمين هم دول اللي يمشوا معانا، او مقطعين مهمين. مقطع اسمه صب اللي هو تحت، وانترا اللي هو كلمه واضحه اي ان تي ار اي. انترا اللي هو في الداخل، في او داخل، يعني في او داخل انترا. طب ماشي، تعال نشوف الاختصارات. رقم 1 معانا سب لينجوال. سيبك من سب، احنا عارفينها. سب يعني تحت، لسه واخدينها. لينجوال اللي هو اللسان، تحت اللسان. سب لينجوال. طب حلو، سب لينجوال. في الاختصار احنا نلونا كده. في الاختصار هناخد الحرف الاول من سب اللي هو اس، والحرف الاول من لينجوال اللي هو ال، اس ال. فلما تشوف روشته مكتوب فيها دواء، ومثلا مكتوب دواء وبعد كده بعد كده مكتوب اس ال، الدواء ده بيتاخد تحت اللسان. لان اس ال هي سب لينجوال معناها تحت اللسان. زي ايه؟ زي الاسبرين بيتاخد تحت اللسان. طب ماشي. بعد كده عندنا سب كويتينوس. سب عارفينها برضو. كويتينوس معناها الجلد او اللي هي الجلديه. فتحت الجلد انا خلاص الاختصار بتاعتها اس سي. الحرف الاول من هنا، الحرف الاول من هنا، اللي هو تحت الجلد. ده زي مين؟ زي الانسولين. تمام. طبعا هو اسموش انسولين واسمهاش اسبرين. هو احنا عشان مصريين فبنقول اسبرين، انسولين، بس ده غلط. هو اسمه اسبرين، انسولين. زي جلايكوجين، يعني نفس الفكرة يعني. تمام. تعتبر من الخطايا دي اللي احنا بنقول يعني الكلام ده نهائي خطأ. يعني في الكلية بالذات بيركزوا على الكلمة دي وبيضحكوا على الناس اللي بتعمل كده. المهم سيبك من الكلمتين دول. تحت اللسان، تحت الجلد. خلصنا احنا المقطع صب. المقطع انترا في او داخل. انترا ماسكولير اللي هي عضلة او عضل. انترا ماسكولير اللي هي في العضل او داخل العضل. والاختصار بتاعها اي من انترا وام من ماسكولير. اي ام.
بعد كده انترافينوس. فينوس ده اللي هو الوريد، مش اللي هو، لا مش فينوس اللي هو فينوس، لا فينوس اللي هو الوريد. فانترافينوس يعني في الوريد، فباخد الاي من انترا والفي من فينوس، اي في. بعد كده انترا ديرمال. انترا ديرمال اللي هو اي دي. اي من انترا والدي من ديرمال، ده في الجلد. ركز في الحته دي زي اختبار حساسيه. انا عندي اختبار حساسيه بيتاخد اي دي، اختبار حساسيه بيتاخد اي دي اللي هو في الجلد اللي هو انترا ديرمال. لكن الانسولين لا، بيتاخد اس سي اللي هي سب كويتانوس اللي هو تحت الجلد. تحت الجلد شيء ممكن مثلا انت يعني تقرا اللي هو تقرا اختصار خطا، فهتفهم الموضوع كله خطا. ان لو قرأت اس سي معناها تحت الجلد هتدي انسولين. اي دي اللي هو في الجلد اللي هو اختبار حساسيه. ده كان اخر اختصار معانا، مفيش حاجه تانية خلاص مكتوبه. الحمد لله الذي هداني لهذا، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا ان هدانا الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.